الاعلام العربي معروفين قوي ومفقوسين قوي، وعارفه يعني هما بيخططوا لايه. معروف هما بيخططوا لايه. مثالين قدام حضراتكم وانتوا احكموا بنفسكم. احكموا بنفسكم. في بطولتين، يعني في بطولتين للسيدات في المغرب. ماشي. منتخب المغرب للسيدات الكبار اللي هم 24 و 23 اللي هم الكبار، ومنتخب المغرب تحت ال17 عام. مالهم يعني؟ دي منافسات كاس العالم تحت 17 عام والسيدات. ودي طبعا منتخب المغرب الكبير عادي في بطولة شمال افريقيا. البطولة ديت بتضم تونس، يعني افتكروا معايا حضراتكم، يعني الجزائر، مصر، موريتانيا، ليبيا. دي المنتخبات اللي بتضمها طبعا بطولة شمال افريقيا. دي المنتخبات اللي بيضمها شمال افريقيا. وبطولة كاس العالم المنتخب المغربي لعب مع الولايات المتحدة ولعب مع باراجواي، ولسه المباراة الثالثة الأخيرة على ما أظن هيلعب مع البرتغال. المنتخب المغربي تحت ال17 عام في كاس العالم خسر مباراتين من أمريكا وباراجواي، وبصراحة قدم أداء زفت. يعني شوفوا أنا بقول إيه لحضراتكم، قدم أداء زي الزفت عشان تعرفوا إن أنا بقول الحق. شوفوا أنا بقول لحضراتكم إيه. ولسه المباراة الأخيرة يا عالم هيكسب ولا لأ. وعلى فكرة مش هيكسب. دي منافسات المغرب في كاس العالم. دي منافسات المغرب في كاس العالم. المغرب في بطولة شمال افريقيا للكبار بقى، اللي هي بيبقى عليها مثلا لعب مع تونس اللي فيها اللعب الكبير، لعب مع الجزائر كسب الجزائر، لعب مع مصر كسب مصر، وهكذا. لعب مع موريتانيا كسب موريتانيا، لعب مع ليبيا كسب ليبيا. ده المنتخب الكبير. الحصيلة بقى الاعلام العربي بقى كله بلا استثناء بمختلف انتماءاته، يعني انا بقول لحضراتكم كله بلا استثناء. حد جاب سيرة ان المغرب كسبت الجزائر؟ لا. طب تونس مثلا؟ طب ليبيا؟ لا. طب موريتانيا؟ لا. طب الجزائر؟ لا. طب مصر؟ لا. الاعلام العربي بقاله اسبوع بالظبط بيتكلم على خسارة المغرب في كاس العالم. طب ما انا خسرت في بطولة، اتكلم براحتك وانتقد براحتك. شوف يعني انا قلت لحضراتكم عملوا اداء زي الزفت وهيخسروا، يعني انا انتقد ماشي، لكن لما يبقى في حاجة ايجابية اطلع واتكلم، اطلع واقول الحق. انما انسى انجاز المغرب، وان المغرب كسبت مصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا وكلهم كسبت البطولة وبقت بطلة شمال افريقيا. انسى الانجاز ده اللي هو احنا كعرب كلنا بنشوفه وبنتابعه، واقعد امسك بقى ان المغرب خسرت وخلاص. خسرت باراجواي وخسرت من فلان. طب دي اسمها ايه؟ دي اسمها اعلام؟ بما يرضي الله بجد، بالله عليكم ده اسمه اعلام؟ ما تزعلوش يا جزائريين يا مصريين يا فلسطينيين يا عفوا يا تونسيين. انا مش هتكلم على اي منتخب تاني في العالم في القناه دي. اي واحد جزائري مصري تونسي مش عاجبه في 60 داهيه من الاخر. انا جبت اخري، يعني ما هو انا برضو ما ينفعش اسمع الكلام ده واسكت. كل مره الاقي المغرب في الفوتوسال. يعني إيه؟ طب المغرب المفروض احنا نقدرها. بصوا بقى الحته دي، المغرب
للفوتوسال. لعب مع هولندا والبرازيل وكرواتيا وفيتنام والكويت والامارات. بصوا يعني كل الاسماء دي بجد، وفرنسا يعني، والبرتغال كذلك. كسب كل دول بقى معايا من يعني من اسبوعين بالظبط. لعب مع منتخب اسبانيا، خسر 4-1. خسر 4-1 عادي، ايه المشكله؟ بتحصل. ما انا زي ما كسبت هولندا والبرازيل وكل دول ممكن اخسر، ايه المشكله يعني؟ وانا ملاك. الاعلام العربي مسك المغرب غسيل ومكوى بقى. هو انتوا مش هتعملوا حاجه في كاس العالم؟ وانتوا هتخسروا؟ والله العظيم الناس لما لقت الوضع ده قالوا لك لا معلش احنا هنلعب مع اسبانيا تاني. والله لعبوا الاسبوع التاني مع اسبانيا، كسبوها 4-2. المغرب كسبوها 4-2. الاعلام قال ايه بقى؟ قال لك المغرب كسبت او خسرت، الاعلام ما اتكلمش. خرجتوا دلوقتي سكتوا، اشمعنى؟ ولا مستنيين المغرب تقع تتكلموا عنها وخلاص؟ اتكلموا عن انجازاتها مره. الاعلام قطع لسانه. طب ليه؟ يعني ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه الحكايه دي؟ يعني مضلين انتوا، لا حياه لمن انتوا نادي بجد. اصل القصه يعني انكم ما عندكمش ضمير بقى. انت عشان اسبانيا كسبتنا 4-1، طب ما انا غلبتها 4-2، ما اتكلمتش ليه؟ اتكلمت على خسارتي، ما اتكلمتش ليه على الفوز بتاعي؟ عرفتوا ان الاعلام مضل وكله عاوز يسوق صورة المغرب. المغرب فوق الكل. المغرب ان شاء الله هتنتصر. المغرب ان شاء الله هتكون بطلة افريقيا والعالم وفخر العرب. طبعا الفيديو اللي ناقش تعرفوا بقية التفاصيل. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. بالله عليكم ما تنسوش اخواتي، فضلا وليس امرا، حطوا لي اللايك. صلوا على سيدنا.